شايفين بقى كمية الحواوشي اللي قدامكم دي؟ عاملينها من ربع كيلو بس لحمة مفرومة. طلعنا 10 رغيفة حواوشي، حطينا عليها شوية اضافات كده وكمان اضافة نباتية هتعلي القيمة الغذائية بتاعتها وكمان هتوفر معانا. اول حاجة كده حطيت بصلتين، ودلوقتي هحط عدس بجبة مسلوق. ايوه متستغربيش، عدس بجبة مسلوق بيستخدموه في الوصفات الاوروبية كتير قوي مع اللحوم، لان هو اصلا هيدوب في وسط اللحمة كده، مش هتحسي بوجوده، وفي نفس الوقت على القيمة الغذائية ووفر معانا. هبتدي ان انا افرم الاتنين مع بعض كده. في الاول البصل والعدس بجبه حاولي تسلقيه كويس قوي ويكون ناعم كده عشان يتفرم معاكي كويس. دلوقتي بقى هحط الربع كيلو لحمه مفرومه بتاعي وهبتدي ان انا افرم تاني. دي بقى التوابل بتاعتنا، عبارة عن بابريكا وملح وكمون وقرفة وجنزبيل وكزبرة ناشفة وفلفل اسود ومعلقة من السبع بهارات. وهقولك على حاجة، لو مش بتجيدي قوي بقى لعبة البهارات دي وما عندكيش كل البهارات دي، هاتي كيس بهارات حوشي مفيش اي مشكلة، حطيه هيديكي نفس النكهة ويمكن احلى كمان. وابتديت ان انا افرم كده تاني لحد كده بقى دور الكبة انتهى. هنزل كل المكونات دي بعد ما امتزجت قوي مع بعض كده، شايفين بقت عجينة. ودلوقتي هحط 3 انواع من الفلفل، ولو بتحبي الشطة حطي كمان قرن شطة وطماطم وفص توم وشوية بيكنج باودر. بيكنج باودر دوت ليه؟ عشان خاطر ما يبقاش كده الحواوشي معانا مكتوم. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقلب كل دوت مع بعضه، وكمان حطيت معلقتين كده من البقدونس او من الكزبره اللي بتفضليه او اللي عندك. وهنبتدي كده ان احنا نمزج كل المكونات ديت كده مع بعض وندخلها في بعض. ودي بقى كانت معلقه من السمنه البلدي، قلت احطها كده في الاخر مع شويه زيت، كنت نسيت احطهم في الاول صراحه، حطيتهم في الاخر. دلوقتي جبت العيش العادي خالص بتاع الطابونه دوت. ولو انت عايزه العجينه اكتبيلي في التعليقات تحت وانا اقولك تعملي ازاي العجينه بتاعه الحواوشي الاسكندراني. بس انا فضلت ان انا اعمله بالعيش كده عشان تقومي تعمليه على طول لو عندك ربع مفروم. وابتديت ان انا اتنيه بالشكل اللي انت شفتيه دوت. وهتاخدي بقى قطع اللحمه كده، بصي طلع معانا قد ايه، على فكره الطبق ده كبير جدا، يعني طلع معانا 10 رغيفه حواوشي، وكل رغيف بسم الله ما شاء الله كان مليان لحمه. والعدس ما كانش باين فيه خالص، ولادي كلوه حبوه كان رائع. وهقولك بقى على حاجه كمان، ممكن كمان تضيفي كده قطعه فحمه على اللحمه قبل ما تحشيها، زي ما بنعمل في الكفته كده، هتدي نكهه رهيبه. دي بقى طريقه التسويه الاولى اللي انا شخصيا بفضلها. تجيبي طاسه تحطي فيها شويه زيت، وبعد كده تحطي عليها كده رغيف الحواوشي لحد ما يتحمص على الجنب ده، وبعد كده تقلبيه على الجنب التاني. بياخد حوالي 3 4 دقايق، مش كتير، بكتير 5 دقايق. دي طريقة التسوية الأولى اللي هي بقى مش صحية أوي يعني، يعني بتتخن شوية. دي بقى طريقة تسوية تانية، ان احنا نحطهم كده في صينية وندهن العيش زيت، بس ما تحطيش اكتر من رغيفين فوق بعض، علشان خاطر لو حطيتي رغيف في النص او حاجة هيبقى معجن ومش هيبقى حلو. تبتدي كده ان انتي تحطي الزيت وتدهنيه زي ما انتي شايفة كده. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش اللايك وتديني كده تعليق حلو، وكمان تشتركي في القناة. كل وصفاتنا اقتصادية، خشي كده بصي على الوصفات اللي في القناة ان شاء الله هتعجبك. ابتديت بقى ان انا اعمل كده زي ما انتي شايفة، واحط كده العيش على بعضه، وما حطيتش اكتر من طبقتين زي ما قلتلك. وكنت مسخنه الفرن من قبلها، هيقعد حوالي 10 دقايق في الفرن كده وهو متغطي بالفويل. وبعد كده هتشيلي الورقه بتاعه الفويل دي وتسيبيه يتحمص شويه كده عشان يبقى ايه، ما يبقاش طري قوي، يبقى طعمه حلو. وبس كده، ولا ابسط من كده ولا احلى من كده، ولا عملنا عجينه ولا عملنا اي حاجه، وكله في الكبه وكله سريع. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. ما تنسوش بقى ايه، تشتركوا في القناه وتبصوا على بقيه الوصفات. وشكرا على حسن متابعتك.